السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك والتطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه تطبيق سكرين ستريم. التطبيق ده مساحته 8 ميجا و6 من 10، محمله أكتر من 5 مليون شخص على مستوى العالم. عن طريق التطبيق ده تقدر إن أنت تتتبع أي تليفون أو موبايل أو جهاز لوحي أو أيباد أو تابلت أو أي حاجة من الحاجات دي. تقدر إن أنت تتبعه وتعرف مكانه وتعرف تفتح الكاميرا بتاعته، تعرف بيعمل ايه، داخل على ايه في الموبايل بتاعه. اي حاجة عايز تعرفها عنه بتقدر ان انت تعرفها عن طريق ان الشخص التاني برضو يكون محمل التطبيق ده. فالتطبيق ده كويس جدا بالنسبة للناس اللي هم حابين يراقبوا ولادهم او يعرفوا اولادهم فين او جم منين، راحوا فين، بيعملوا ايه، بيسووا ايه. الحاجات دي كلها بتقدر ان انت تعرفها عن طريق التطبيق ده. بس لازم يكون الطرفين او الجهازين مش محملين نفس التطبيق ده، وكمان يكون الجهازين عليهم انترنت، علشان هو تطبيق طبعا مش بيشتغل غير بالانترنت. فهو تطبيق كويس بالنسبة للناس اللي حابين يراقب حد، عايز يراقب حد يعرفه، عياله، عايز تطمن على عيالك هما فين، هما راحوا الدرس، راحوا المدرسة، راحوا مش عارف ايه. بس من مشكلات التطبيق ده ان هو لما انت بتيجي تشغله وان انت تشوف الشخص التاني اللي انت بتتابعه او بتراقبه، هو بيعرفه. يعني بيظهر عنده علامة كده حمراء في الشاشة، بيعرفوا ان في حد او زي ما الكاميرا مفتوحة او في حد بيتابعك او في حاجة زي كده. فطبعا لو هو التطبيق كويس بالنسبة لان انت عايز تتابع حد او تتابع ابنك، ويكون مثلا مش عارف او تتابعه مثلا ويكون عارف، بس انت مثلا خايف عليه، رايح مكان بعيد، رايح مكان وتأخر شوية. فانت بتقدر ان انت ايه، تعمل حاجة زي كده. انما في حالة ان انت هتراقبه وهو ما يعرفش، لا هو هيعرف، لان هو التطبيق بيظهر عنده علامة حمراء يعرفه ان في حد بيراقبك او في حاجة زي كده. دي من ضمن مشكلات التطبيق. تاني حاجة من مشكلات التطبيق ان التطبيق ده مش لما بتفصل النت. يعني لو انا دلوقتي مشغل النت عندي على الجهاز وبراقب حد او بتابع حد او كده، لو النت فصل وجه لازم افتح التطبيق من الاول وجديد واعمل اتصال او اعمل آه، اعادة الاتصال مع التليفون التاني او مع الشخص اللي انا براقبه أو الشخص اللي انا بتتبعه. ف ده عيب برضو من ضمن العيوب اللي في التطبيق، فهي ممكن تتصلح مع التحديثات الجاية. ان هو يكون اول ما يوصل الانترنت لو فصل الانترنت واشتغل تاني، يتم الاتصال تاني اوتوماتيك من غير اي حاجة. بس كده ده يعتبر يعني ابسط شرح للتطبيق بالنسبة للعيوب والمميزات. لو انت اكتشفت برضو اي ميزة او عيب او في تحديث حصل، زودوا عليه حاجة، نقصوا منه حاجة، عملوا فيه حاجة، يا ريت تكتبها لنا في الكومنت. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك، لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. شكرا، سلام عليكم.